السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم على سهم ابن سينا فارما والتحليل الفني على التشارت الخاص بالسهم ابن سينا فارما. طبعا هو هنا السهم في من شهر ديسمبر لشهر فبراير 2024. يعني احنا بنتكلم في 3 شهور. طبعا السهم قبل كده كان واخد ترند صاعد من شهر كام، من شهر اكتوبر، من شهر 10 2023، وطالع معانا اهو على الخط الترند الصاعد. كان عمال يعمل قمم فوق ويعمل تيست على خط الترند، وبعد كده يطلع تاني. وجه في البانيك اللي حصل يوم 30 يناير و31 يناير. الناس اللي حصل طبعا الناس كانت البورصة بتصحح، بس صححت بشكل عنيف شوية، فحصل نزول في أسهم كتيرة، كان من ضمنهم سهم ابن سينا فارما. بس الميزة اللي فيه بقى ان هو علشان المضارب فيه، انتوا لو تلاحظوا هنا يوم الاربع يوم 31 يناير مكتوب تحت اهو ده اليوم بتاع البانيك اللي حصل فيه والناس رمت. يوم فبراير شوف الناس رمت قد ايه، وبعدين جه السعر وصل لغاية 2 جنيه ونص، وبعد ما نزل لغاية 2 جنيه ونص راح المضارب. طبعا دي فرصة شراء بالنسبة للمضارب كبيرة جدا، وسعر ما كانش يحلم بيه، والناس خافت وباعت الأسهم تخوفا من ان السهم ينزل. طبعا المضارب جه ولم الأسهم دي كلها وطلع بيها. طيب يوم 4 فبراير طبعا جه هو ورجع تاني ولا كأن السهم حصل فيه اي شيء. يعني هو الناس اللي خافت من هبوط البورصة باعت. طب المضارب ما هو موجود، المضارب دوت واخد السهم ده وعايز يوصله لسعر معين وطالع بيه، مش هو مش بيتأثر بالحركة، لان هو اصلا صانع الحركة. ف... فصاحب السهم لما لقى الناس المضاربين الصغيرين بيبيعوا تخوفا من البورصة، راح هو لامم اللي باعوه ده كله يوم 1 فبراير. وجه يوم 4 فبراير طبعا عشان البورصة كان الكلام ده يوم خميس، فالجمعة والسبت اجازة. فصباح يوم الحد 4 فبراير 2024 جه ورجع تاني لنفس المستوى ولا كأن شيء حصل خالص. طب وعمل ايه بعد كده؟ راح صعد لغاية 3 ونص ومشي 4 جلسات بالعرض، وراح طالع بقى صعود رهيب يوم 13 فبراير 2024. طيب جميل قوي. طب احنا كده ماشيين مع السهم وحركة السهم. طبعا الرسم البياني اللي تحت دوت ده الفوليوم، محدش يبص عليه، احنا بنتكلم في اللي فوق هنا، في الخطوط اللي احنا بنتكلم فيها والمؤشرات اللي احنا بنتكلم فيها فوق. طبعا جه يوم 13 فبراير 2024 راح جه طالع 11.7%. طيب، طب جه عمل ايه بقى لما طلع الطلعة ديت؟ هو كسر منطقة كان فيها مقاومة شديدة جدا جدا جدا. هو حتى حاول ان هو كذا مرة يعمل تيست على المنطقة ديت، لكن ما قدرش يخترقها. هنيجي نبص هنا، هنيجي اهو يوم 6 ديسمبر 23، ما قدرش يخترقها، والشمعة جه بديل شمعة طويل وقعد يمشي عرضي نزولا وصعودا على خط الترند. وجي حاول تاني يصعد عند يوم 21 يناير ما قدرش، وراح جه نازل تاني. حصل البانيك اللي حصل والناس رمت، وهو لقى فرصة راح جاي شاري الكلام ده كله. وبعد كده قدر في جلسة يوم التلات 13 فبراير 2024 ان هو يكسر ال3.5 ويستقر فوقيها ويمشي بشكل عرضي شوية، ان هو بيجمع سعر. طيب تعالى بقى نبص على اخر جلسة، اخر جلسة بتاعت يوم الخميس. بصوا بقى يا جماعة، عشان بس حتة فنية كده لازم نفهم فيها هو المضارب ماشي ازاي.
السعر في يوم 22 فبراير 2024، بص السعر وصل لغاية فين، نزل لغاية فين، 3 جنيه 82 قرش. والمضارب طبعا أي نزول يعني تحسبا إن الصغار المضاربين بيخافوا إن المؤشر العام لإي جي إكس 30 إن هو يحمر. فأول ما السهم بيحمر وبيبدأ إن هو ينزل أو إن هو يقرب من منطقة النزول فهم بيبيعوا. فطبعا أي بيع هو شراء بالنسبة للمضارب. طبعا انا في السهم دوت وقاعد فيه ومتابع الحركات والاسعار اللحظية اللي بتتم لحظة بلحظة. المضارب كان سايب طول الجلسة السهم ينزل براحته والناس تبيع براحتها لغاية اخر الجلسة. وراح في اخر الجلسة، في اخر بالظبط 10 دقايق من الجلسة، كانت الساعة 2:05 بالظبط، جاي رفع السعر لغاية 4 جنيه. جه عند 4 جنيه والمؤشر والبورصة طبعا آخر ربع ساعة ليها نظام معين في البيع والشراء، والسهم أغلق عند 4 جنيه بالظبط في نهاية جلسة يوم الخميس 22 فبراير 2024. طيب ده بالنسبة للتحليل الفني. طبعا أنا كنت عايز أقول جزئية بسيطة في التحليل الفني. طبعا السهم ده يعني سهم يعني قوي جدا 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 لسببين. هقول منهم سبب دلوقتي ان السهم ده الناس هتتفاجئ. طبعا التحليل الفني بيرجع لتاريخ السهم اجمالا عشان نفهم هو مودينا لفين. طيب لما نيجي نبص كده على السهم بيقول ايه. السهم ده يا جماعة نازل من سعر كام او واصل اصلا لسعر كام قبل كده. السهم ده نازل من سعر 8 جنيه و70 قرش. يعني سهم نازل لك من 8 جنيه و70 قرش ل4 جنيه. هو طبعا كان ب1.5 جنيه يعني، وهو كان ارتفع في خلال سنة ونص وصل ل4 جنيه، يعني ارتفع بنسبة 400% او 350%. فاحنا بنتكلم دلوقتي هو وصل عند ال4 جنيه. ال4 جنيه ديت اللي احنا بنتكلم فيها اهي يا جماعة، اهي دي من سنة 2. سنة كام اهو، نرجع مع بعضينا هنا اهو، سنة 21، في مارس 21. يعني بتتكلم في سنتين هو كان نازل من المستوى ال4 جنيه في 14 مارس 2021. طيب ده تاريخ السهم، هو بيكلمنا عن نفسه، يعني بيقولك انا ممكن اوصل فين وايه المقاومات وايه الدعوم اللي انت ممكن تقابلني فيها خلال الصعود تاني للمستويات اللي كانت قبل كده. طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا في الشارت اهو بيقول لنا ان 4 جنيه 43 قرش ده مستوى مقاومة، دي مقاومة أولانية. وسعر ال4 جنيه 94 قرش إلى ال5 جنيه هي دي المقاومة التانية. يعني الناس اللي يعني الناس اللي بتضارب بمعنى أصح علشان السهم بينزل صعودا ونزولا لما يوصل لنقطة مقاومة، خاصة إن المقاومة دي تكون قوية. طبعا ال4.5 دي سهل اختراقها إن شاء الله، دي مش بتمثل صعوبة قوية جدا. لكن مستوى ال5 جنيه او ال4 جنيه 95 قرش هو بيبقى مش رقم محدد، هي بتبقى منطقة. يعني من 4 جنيه و90 قرش لل5 جنيه، المنطقة ديت هي منطقة مقاومة شديدة، يعني احتمال السعر يوصل لها بس مش هيخترقها بسهولة. ممكن يمشي عرضي اسبوع اسبوع ونص يعمل تيست نزولا وصعودا عليها الى ان يخترقها ويوصل للسعر اللي احنا قلنا عليه وكنا مستهدفينه في الفيديوهات اللي قبل كده، وقلنا ان هو مستهدف سعر ال6 جنيه بنسبة ارباح 65% من السعر
اللي احنا قلنا عليه في التوصية. ده بالنسبة لتاريخ السهم قبل كده. وبالنسبة لحركة السهم من سنتين، فطبعا احنا لسه هنا اهو في 2024، وبنقول ان السهم لسه قدامه حركة كبيرة جدا، ولسه قدامه صعود. طيب ده بالنسبة للتحليل الفني اللي احنا اتكلمنا عليه. بالنسبة للتحليل المالي بقى، التحليل المالي ده مهم جدا يا جماعة. يعني هو بيقول لنا السهم ده ايه ظروفه. طبعا هو هنا بيقول لك معلومة ب1,000,000 جنيه. شفت اللي احنا الرقم اللي احنا لسه جايبينه، احنا قلنا 4 جنيه ونص. ادي اهو القيمة السوقية للسهم 4 جنيه 48 قرش، زي ما انتوا شايفين قدامك اهو القيمة السوقية. يعني هو لسه موصلش للقيمة العادلة بتاعت السهم. هو السهم اصلا الاسعار اللي بيتداول فيها دلوقتي اسعار ظالمة للسعر الاساسي للسهم. يعني لسه 4 جنيه 48 قرش، اللي هي مستوى ال4 جنيه ونص. طيب جميل قوي. نيجي نشوف آه بيانات تانية. معلش ثانية واحدة، كان في بيان كنت عايز اوريه لكم تاني. دي بالنسبة للقيمة السوقية. انا مش عارف راح فين، بس ثانية واحدة. تمام اهو. هو هنا بيقولك ان نقلب بس الشرط عشان يبقى هو واضح قصادنا واحنا بنحلل. هنا بيقولك ان التوصية بالنسبة على فريم اليوم شراء. تمام. المتذبذبات دي معناها ان السهم بيطلع صعودا ونزولا حيادية، يعني هو ما بين السعر بيتداول يعني مفهوش خطورة في التداول. الناس اللي بتحب تبيع وتشتري في نفس اللحظة او في نفس اليوم، يعني ممكن تبقى في بداية الجلسة بتبيع وعند منتصف اليوم بتشتري، وبعد كده في اخر اليوم مثلا ممكن لو لقيت السعر مرتفع فتبيع. فهو حيادي، يعني هو ما بين الصعود والنزول، مش ما بيسببش خطورة. طيب بالنسبة للمتوسطات المتحركة، اللي هو متوسط سعر السهم، ده بيقول لك بص شراء قوي. يعني هو يعني السعر دلوقتي سعر متميز للشراء، لان هو لسه متنبئ له بصعود. لسه هو اصلا موصلش للسعر بتاع القيمة السوقية اللي السهم متسعر على اساسها. فهنا احنا يا جماعة اتكلمنا على السهم، واتكلمنا على التحليل المالي والتحليل الفني. طبعا التحليل المالي دوت بيبقى له اهله كويس، يعني له الناس المتخصصة فيه. بس انا حبيت اوريكم رقم معين بس، اللي هو 4 جنيه ونص هو القيمة السوقية. بيبقى فيه طبعا قوائم مالية وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي والديون اللي على لو الشركة واخدة ديون، حاجات متغيرات تانية. بس الملخص في الكلام ده كله بيبقى القيمة السوقية للسهم. هو طبعا هنا لسه ما وصلهاش، فاحنا بنتكلم في 4 جنيه ونص القيمة السوقية، في 6 جنيه السعر المستهدف النهائي لسهم ابن سينا فارما. المقاومات على الترتيب 4 جنيه ونص و5 جنيه، من 4 جنيه 90 إلى 5 جنيه. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.